السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه داخل مصر وخارج مصر؟ النهاردة هنعمل كيكة البرتقال بطريقة هتعجبك قوي وطريقة سهلة. عندي المكونات بتاعتنا زي ما انتم شايفين. عندي كوباية لبن كبيرة، كوباية سكر كبيرة، كوباية الا ربع زيت، بيضتين، كيس بيكنج باودر، 2 كيس فانيليا، دول كيسين فانيليا، وبيضتين قلنا، وعندي برتقانه، ده قشر برتقانه، وكوبايتين دقيق. كوبايتين دقيق نفس مقدار الكوبايه ديت، بيبقى المقدار واحد. تمام. قبل بقى ما نبتدي الطريقه يا حبايب قلبي، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا عشان قناتي تكبر بيكم. دلوقتي نبتدي الطريقه مع بعض. اول حاجه هعمل ايه؟ هنعمل كل المكونات بتاعت الكيكه في الخلاط. ابتدي اضيف اول حاجه اللبن مع الزيت مع السكر مع الاتنين ظرف فانيليا مع بشر البرتقانه مع الاتنين بيضه هضرب كل المكونات دي في الخلاط وهرجع لكم عشان صوت الخلاط ما يبقاش مزعج ليكم. كده يا حبايبي احنا ضفنا اهو كل المكونات اتضربت في الخلاط زي ما انتم شايفين. هبتدي دلوقتي بقى الخطوه الاخيره اللي انا هضيفها. هضيف كيس البيكنج باودر كده مع ذره ملح، وابتدي اقلب كل المكونات دي مع بعضيها. كده انا قلبتها كويس، وابتدي اضيفها على الخليط ده في الخلاط، وهرجع تاني اضرب كل المكونات دي مع بعضيها، ويبقى كده الكيكه بتاعتنا خلصت. اضرب الخليط ده في الخلاط وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي رجعنا لكم بعد ما ضربنا كل المكونات مع بعض، وده شكل الخليط بتاعنا. ايه رايكم؟ هبتدي بقى، عندي صينيه مدهونه سمنه، هضيف فيها كل الخليط اللي انتوا شايفينه. اثناء ما انا بعمل الكيكه شغلت الفرن على درجه حراره 180. كده هبتدي احط بقى الصينيه ديت في الفرن، وارجع لكم بعد ما تخرج من الفرن ونشوف الشكل النهائي ليها ايه. كده يا حبايبي ده شكل الكيكه النهائي بعد ما خرجت من الفرن. ايه رايكم فيها؟ اول ما تخلص الكيكه وتستوي وتقفلي الفرن عليها، بتسيبيها 5 دقايق عشان ما تهبطش. بصوا يا حبايبي ده شكل كيكه البرتقال بعد ما احنا قطعناها. بصوا شكلها، بصوا جميله قوي من النتيجه زي ما انتم شايفين. اتمنى تعجبكم الوصفه ديت وتجربوها، وما تنسونيش يا حبايب قلبي في اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا عشان توصل لكم كل وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.